مجد يا حمار. ايه امي. امي الجهاز من ايدك وحاكيني ضيقه. ايه امي. ماما شو رايك تنزلي الانستغرام؟ امي شو بدك بالانستا انت؟ هيك ماما بدي اياه انا مشان قصص الطبخ وهيك مشان اصير اطبخ لكم اكل طيب اتعلم وهيك يعني ماما. ايه امي الله يوفقك خذ نزلي الانستغرام. طيب ماشي هاتي. ايه خذ ماما نزلي يا خذ. خي ماما هي صار عندك حساب انستا. يسلموا ايديك ماما. ماما ما بدي اوصيكي لا تخبصي شي تمام. انت ساره بتعرفي انت عندك فيس وبتعرفي الفيس. هي انستا تقريبا مثل الفيس تمام. لا ماما لا تخاف علي انا بفهم ماما بهالشغلات تكنولوجيا انا امي. يلا ماشي ماما ماشي. يا سلام رايحه بنت تصور ستوريات. مرحبا كيفكم متابعيني. طبعا هذا هو ابني مجد يلعن شرفه بيضله نايم مثل الحمار. ما لا بيدرس لا بيشتغل. الله وكيلكم زباله ما عم يكب لي اياها. طبعا شوفوا شلون نايم. شوفوا تمام. طبعا هذا هو ابني مجد مشان تصوري مثل قلتو لا نافع لا للخل ولا للخردل. انا رايح هلا فرجيكم بنتي كمان مثله لا بتشطف ولا بتجلي. شو بصير معي يا الله. هاي كيفكم متابعيني على الانستغرام. طبعا ليكو بنتي الجحشه شاطره بس تتسمع لي على السيلاوي. لا بتكب لي الزباله. لا صح هي ما دخلها بالزباله عفوا. لا بتشطف لا بتجلي ولا بتعمل شيك. طبعا بنتي بدون مكياج جعفر. شوفوا هي بنتي. الله وكيلكم يا متابعيني ما بتساعدني بشي. يعني ما بعرف حاططها بس مشان البطاقة الذكية انا بس عدل. وهلا رايح ارجيكم جوزي كمان يمكن نايم عم يشخ. كمان جوزي لا نافع لا للخل ولا شوفوا يا جماعة شوفوا. مرحبا متابعيني. طبعا شوفوا هذا هو جوزي. الله وكيلكم بيضله نايم ما بيشتغل. لا ما متعطل يشتغل ويروح الشغل وبيحاكي بنات غيري وعم يخونني الكلب وابصر اذا كان متجوز علي. هذا هو جوزي شفتوه. صوت شخيره واصل لحمص عطول هيك يا حمار. طبعا يا جماعة هلا انا رايح اطبخ لهم لاولادي مجدرة. رح ياكلوها غصبا عنهم. رح فرجيكم طريقة عمل المجدرة في المنزل. تشرفوا معي. مجد انت منزلها الانستغرام لامك؟ ايه انا منزلها الانستا لامك. الله يسامحك يا اخي امك فاضحتنا. مصورتك وانت نايم ما بخلي عليك كلمة ومصورتني انا. يا حرام مصور المسكين ابوك وهو عم يشخر. حاططهم ناشرتهم على الصفحة الدنيا كلها شافتهم. يلا انت عم تمزح يلا هاي جايز متابعيني على الانستغرام. طبعا هلا ليكو ابني مجد عم يتخانق مع اخته. خبص شفتوا يا جماعة على طول هيك بيتخانقوا اولادي الله لا يردهم. يا جماعة طبعا رح اعملكم هلا سربرايز. الله رح فاجئ زوجي